مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش سيزون دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الثلاثاء. اخترت 6 مقابلات. أول مقابلة مؤجل عن الدوري المصري الجولة السادسة والعشرون، الاتحاد الإسكندراني يستقبل فريق الأهلي. ترتيب الناديان: الاتحاد في الرتبة السادسة 36 نقطة، الأهلي في الرتبة الخامسة 36 نقطة، مع مقابلات ناقصة لفريق الأهلي. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح الأهلي الانتصار 4 مقابل هدف واحد داخل الديار. ال5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، الأهلي حقق 4 انتصارات تعادل. آخر لقاء انتصار أمام فاروق خارج الديار، هدفين مقابل هدف واحد. فريق الاتحاد آخر 5 مقابلات حقق 3 هزائم تعادل انتصار. آخر لقاء لازمة بالكأس بضربات الجزاء داخل الديار. أفضل توقع للمقابلة: أرشح فريق الأهلي الانتصار وتحقيق 3 نقاط في هذا المؤجل. المقابلة الثانية ليورو تركيا أمام منتخب جورجيا. المجموعة تضم كل من جمهورية تشيك بالإضافة إلى البرتغال. آخر مواجهة جمعت المنتخبين انتهت لصالح الأتراك انتصار 3 مقابل هدف واحد خارج الديار. ال5 لقاءات الأخيرة لكل منتخب، المنتخب الجورجي حقق 3 انتصارات هزيمة تعادل. آخر لقاء الانتصار أمام الجبل الأسود مونتينيغرو خارج الديار، 3 مقابل هدف واحد وديا. المنتخب التركي آخر 5 مقابلات حقق 3 هزائم تعادلين. آخر لقاء الهزيمة أمام بولندا خارج الديار وديا، هدفين مقابل هدف واحد. المنتخب التركي لإعادة ذكريات يورو 2008، آنذاك المنتخب وصل لنصف نهائي والانهزام بصعوبة أمام منتخب ألمانيا ب3 مقابل هدفين مع المدرب فاتح تشيريم. المنتخب الجورجي أول مشاركة، تركيا بنجمها الصاعد لاعب ريال مدريد أردا جولر في مواجهة نجم منتخب جورجيا ونجم فريق نابولي كفارات سيخيليا. اللقاء سيلعب بمدينة دورتموند، ملعب سيجنال إيدونا بارك. المعروف لدى الجميع أن الجالية التركية هي الكثيرة في دولة ألمانيا، لذا المنتخب التركي سيكون مدعوم بالجماهير كأنه يلعب في أنقرة أو إسطنبول. لذا أفضل توقع: أرشح فوز المنتخب التركي بالنقاط تلهج أمام جورجيا الذي يشارك أول مرة في هذه النسخة. المقابلة الثالثة الدوري العراقي الجولة الثالثة والثلاثون، الزوراء يستقبل فريق كربلاء. ترتيب الناديان: الزوراء في الرتبة الثالثة 63 نقطة، كربلاء في الرتبة ال15 33 نقطة، مناصفة مع فريق إربيل بنفس عدد النقاط. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح كربلاء الانتصار هدف مقابل صفر داخل الميدان. ال5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، فريق كربلاء حقق 4 تعادلات هزيمة. آخر لقاء تعادل داخل الديار أمام الطلبة سلبيا 0 مقابل 0. فريق الزوراء آخر 5 مقابلات حقق 3 انتصارات تعادلين. آخر لقاء الانتصار أمام الميناء داخل الميدان، هدف مقابل 0. أفضل توقع للمقابلة: أرشح فريق الزوراء الانتصار داخل الميدان. هذا هو أفضل توقع للقاء. بالنسبة للمقابلة الرابعة، ربع نهائي كأس الأردن، الرمتة يستقبل فريق الوحدات. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. ال5 لقاءات الأخيرة لكل نادي، الوحدات حقق 4 انتصارات تعادل. آخر لقاء انتصار أمام الحقبة داخل الميدان، هدف مقابل 0. الرمتة ال5 مقابلات الأخيرة حقق انتصارين هزيمتين تعادل. آخر لقاء الانتصار أمام الجليل خارج الميدان 4 مقابل 0. فريق الوحدات أنهى الدوري في الرتبة الثالثة، الرمتة في الرتبة الرابعة. أفضل توقع للمقابلة: أرشح الوحدات الانتصار والتأهل لنصف نهائي كأس الأردن.
المقابلة الخامسة، المنتخب البرتغالي أمام جمهورية تشيك. المجموعة تضم كل من المنتخب الجورجي بالإضافة إلى تركيا. آخر لقاء جمع المنتخبين انتهى لصالح البرتغال 4-0 خارج الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل منتخب تشيك حقق 5 انتصارات. آخر لقاء الانتصار وديا أمام مقدونيا الشمالية داخل الميدان، هدفين مقابل هدف واحد. المنتخب البرتغالي آخر 5 مقابلات حقق 3 انتصارات هزيمتين. آخر لقاء الانتصار وديا أمام إيرلندا داخل الديار 3-0. المواجهة ستلعب بمدينة لايبزيغ. أفضل توقع للمقابلة هي كلا المنتخبين سيسجلان جول. هذا هو أفضل توقع للقاء البرتغال وجمهورية تشيك. المقابلة السادسة والأخيرة، دور 32 من كأس الشيلي. سان لويس يستقبل فريق إيفرتون. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح إيفرتون الانتصار هدفين مقابل هدف واحد خارج الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، إيفرتون حقق هزيمتين تعادل انتصارين. آخر لقاء الهزيمة داخل الديار أمام يونيفرسيداد بهدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. فريق سان لويس آخر 5 مقابلات حقق 6 هزائم، آخرها أمام سانتياغو خارج الميدان بسداسية ل0. أفضل توقع للمقابلة، أرشح فوز فريق إيفرتون والتأهل على حساب فريق سان لويس. هذا هو أفضل توقع للمقابلة. هذا الأصدقاء هم توقعاتي وتحليلي ل6 مقابلات يوم الثلاثاء. حظ موفق للجميع في الأخير.